الفقرة دي مؤلمة اكتر من ألم الفراق. راحوا الحبايب بقالهم عام والتاني. دي مكرونة دي ولا هاكل بيها السوشي؟ بعيط وانا بقشره مش فاهمة ايه. الله عليكي يا بنتي يا لولو. هضطر اطلع روح الشيف اللي جوايا واعمل لكم كشري النهارده. هنعمل اول حاجه الصلصه. غسلت الطماطم كويس قوي 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 قوي، اضربها في الكبه نقسمها 4 اقسام. مش هنحط القوطه سليمه يعني، لا سحر ولا شعوذه، اتملى في ثانيه. دلوقتي بقى هنسيبه ونروح نعمل البصله، بس انا جهزته يعني. بس دي اكتر فقره مؤلمه في الحياه. الفقره دي مؤلمه اكتر من ألم الفراق. بعيط وانا بقشره مش فاهمه ايه ده. من لما اقطع هيحصل. راحوا الحبايب بقالهم عام والتاني. فيري جود يا لولو. ولعت عليها النار، بعد كده احط شويه زيت، ملح، فلفل، ونفضل نقلب لغايه ما تاخد لون. هنشغل دي بقى خلاص. بعد كده هجيب العدس وانقيه واغسله. كده البصله تمام. هنحط الطماطم، حبه ملح، فلفل، معلقه سكر، كمون. بعد ما نقيت العدس وغسلت حطيت حله على النار فيها ميه، هحط بقى فيها العدس عشان يتسلق. هنحط شويه ملح وهنغطي بقى عليه لغايه ما يتسلق براحته. حان الان وقت المكرونه. هنسلق المكرونه. هنسيب الحلقه دي دلوقتي على النار قبل ما الميه تغلي، بعد كده نحط المكرونه. قطعت بصل للكشري وهحطه بقى في دقيق ونشا. الدقيق والنشا ده بيخليه قرمش. بعد كده بقى احمره. دلوقتي هنحط المكرونه علشان الميه غليت. هنحط شويه زيت في الميه، شويه ملح ابيض. هنحط المكرونه دي الاول. ايه ده انا اول مره اقابل مكرونه زي دي في حياتي. دي مكرونه دي ولا هاكل بيها السوشي؟ هسيبه دقيقتين ولا حاجه، وبعد كده احط المكرونه الصغيره خالص. هنحط المكرونه الصغيره ونقلب لغايه ما تستوي، بالكتير مثلا 8 دقايق ونطفي عليها. المكرونه ضن. والبصل حطيت فيه معلقه ونص دقيق ومعلقه نشا وقلبتهم في بعض كده وهسيبهم شويه. حطينا زيت في الطاسه علشان نحمر البصل. حطينا البصل والبصل ضن. تم تفصيص الثوم بنجاح. تم دق الثوم بنجاح. الدقه هحط بقى شويه ميه دافين. في الثومه لما دقتها حطيت ملح وكمون وكزبره، شويه فلفل صغيرين. بعد كده نحط خل وهحط ليمون ونقلب وكده الدقه ضن. الشطه بقى هنحط شويه صلصه من اللي احنا لسه عاملينها، ونحط بقى ايه شطه عاديه من اللي هي الشطه دي بقى. مش هنكتر برضو لاننا يعني احنا ملناش في الشطه قوي. اهي واحده تاني وخلاص كده. هنقلب بقى. واخيرا خلصنا. الموضوع صعب بس يعني الحمد لله وصلنا لنتيجه كويسه. لازم تشوفوه من قريب. شوفوا لي الحلاوه والجمال والطبق اللي يفتح النفس ده. يعني بجد الله عليكي يا بنتي يا لولو. تحفه يا بنتي يا لولو. خطير ايه الحلاوه دي. الكشري اصلا بيتعمل برز، بس احنا مش بنحب الرز يعني في الكشري، مش بنحبه، فعشان كده ما عملتوش. اوكي بس كده يا جماعه، ده كان الفيديو بتاعي النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وفولو للصفحه عشان يوصلكم كل جديد، واكتبوا لي في الكومنتات عايزين اعمل فيديوهات ايه تاني واكلات ايه تاني، وانا هعمل اي حاجه تقولوا لي عليها. اتبسطت جدا جدا معاكم بالفيديو اللذيذ اللي انا اول مره اجرب اعمل اكل قدام الكاميرا. شكرا جدا جدا ليكم، وشكرا جدا جدا للي وصلوا لاخر الفيديو معايا. بحبكم جدا جدا جدا. باي باي. كام جدا في الجمله.